السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى أخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير دايما يا رب، ويا رب السنة دي أشوف أحلى ظباط في الدنيا. قبل ما أتكلم عن حلقة النهاردة، اللي لسه ما اشتركش في القناة يتفضل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، لأن هتكلم عن كل الكشف الطبي بتاع الكلية الحربية كله بالتفصيل. تمام. هتكلم دلوقتي يا جماعة عن الحلقة السادسة، وهي عيادة أنف وأذن وحنجرة. تمام. أنف وأذن وحنجرة، ماشي. تمام. بص يا اخويا، العياده سهله والله، ما فيهاش اي حاجه الا حاجه واحده. لو انت هتعملها، لو انت ما عملتهاش انت كده هتسقط نفسك بنفسك. عياده الانف واذن وحنجره دي سهله خالص وما فيهاش اي مشاكل. تمام. بس انت لو ما عملتهاش هتسقط نفسك بنفسك. حاجه واحده هتعملها. تمام. حاجه والله، حاجه قد كده خالص، ما فيهاش اي مشكله خالص. بس انت ما عملتهاش دي هتاخد موقف الدكتور يقول لك موقف عشان حاجه تافهه، واللي هي ايه بقى يا جدعان؟ تغسل شمع الاذن. تغسل شمع الاذن. طب تغسل فين شمع الاذن؟ معروف، دكتور انف واذن وحنجره. تمام. الدكتور انف واذن وحنجره هيقول لك هيحط لك قطره كده ويجيب لك نظام مسدس كده، حاجه خفيفه حلوه خالص. هيروح يدرس لك كده، هيفور لك الشمع اللي جوه، هيخليه لك ينزل. بس هتعمل كده الشمع ينزل وخلاص على كده. تمام. لكن انت لو رحت بالكليه الحربيه بالشمع، يبقى انت كده خلاص كده يا جماعه هتاخد موقف، وكده انت هتسقط نفسك بنفسك. هو الموقف مش سقوط عشان تبقى عارف، الموقف هيقول لك تيجي بكره. تمام. تمتحن وبس تكون منظف الشمع. فانت ايه اللي يخليك تتاخر، وايه اللي يخليك تتاخر عن زمايلك في الكشف؟ زمايلك تاني يوم هيمتحنوا كشف طبي وانت تروح تاني يوم تعيد عياده عشان حاجه تافهه، فمش هينفع. تمام. كل اللي عليك هتغسل بس ودانك. تمام. ما تجيش تقول لي طب ينفع اغسلهم في البيت بالميه وكده؟ لا، مش هينفع، لان الدكتور هيكون معاه عدسه او جهاز كده، نظام مسدس، هيشوف كده من جوه الودن ملتهبه ولا فيها حبوب ولا فيها اي حاجه، يعني ممكن حاجه تاثر عليك ولا لا. فبالتالي انت لازم تكون غسلها كويس عشان الدكتور في الكشف يقدر يشوف الودن كويس من جوه. تمام. ده يا جماعه عياده الانف والاذن والحنجره، عياده سهله. وفي الانف هيبص على تطابق الحاجز. تطابق الحاجز ازاي يعني؟ مش تطابق، سوري، مش تطابق. الحاجز كده نازل تمام، ولا مفلطح كده زي ما بيقول لك مفلطح. تمام. فدي لو مفلطح انا والله ما اعرفش ايه علاجه، عشان ابقى صريح معاك، لاني ما مريتش بيها، عشان ما اقولكش على حاجه انا كده ببقى بهبد الصراحه. تمام. لكن برضو اللي هيعرف الدكتور بتاع الانف والاذن والحنجره. تمام. ده يا جماعه عياده سهله خالص، فانت ما تسقطش نفسك فيها عشان حاجه تافهه. اغسل ودانك كويس قبلها بيوم او يومين عادي، يعني قبل الكشف الطبي بيوم عادي او بيومين مش مشكله. تمام. انا كده اتكلمت عن 6 عيادات في الكليه الحربيه. تمام. يا رب يكونوا عجبوكم. تمام. ولسه هكمل معاكم باقي الفيديوهات، هكون معاكم اول باول. فانت اهم حاجه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي سؤال سيبه في كومنت وانا برد على كل الناس. تحياتي، اخوكم طارق البدري.